السلام عليكم حبايبنا متابعين مصر زمان. هنتكلم عن كورونا. الاسم ده دلوقتي أرهب كل العالم، لكن زمان كورونا كانت صنعة السعادة في مصر. كورونا كان اسم لأول شوكولاتة عرفها الشرق الأوسط لما صنعوها في مصر قبل 100 سنة. اللي صنعها كان خواجة يوناني، عمل شركة في سنة 1919 وسماها رويال لإنتاج الشوكولاتة، كانت في مدينة الإسماعيلية. بعد كده في الثلاثينات نقلها للإسكندرية. الخواجة يوناني واسمه تومي خريستو، ولد في سنة 1891. خريستو استورد ماكينات من أوروبا عشان يعملوا بيها عجينة الشوكولاتة في المصنع. كان بيشتغل مع خريستو يونانيين وكمان مصريين، ودايما بيكرمهم لأنه كان بيعتقد إن العجينة حساسة جدا وبتاخد من مزاج اللي بيعملها. كان زمان في إعلان عملوه عن شوكولاتة كورونا، اتعمل في الثمانينات. الإعلان قديم لكن لسه موجود، لو عملتوا بحث عليه هتلاقوه. وفي إعلان عن عصير كورونا، بس الشركة اتغير اسمها، سموها شركة الإسكندرية للحلويات والشوكولاتة، ولسه مستمرة ومنتجة لحد الآن. الناس بيقولوا عن خريستو إنه كان حساس وبيتأثر بأي حاجة تحصل حواليه مهما كانت، وبيعامل الموظفين وعمال كورونا بكرم شديد في الرواتب والمكافآت عشان يشجعهم على العمل ويخليهم يحبوا شغلهم. خريستو كان بيحب السينما المصرية، فأنشأ دارين للعرض. الأولى سماها سينما رويال، والتانية ستراند، وكان بيدي عماله وأفراد عائلتهم تذاكر مجانية من غير فلوس، ويوزع عليهم صناديق فيها كل الحاجات اللي بتعملها الشركة. تعالوا نعرف حكاية صورة الغزالة اللي على الشوكولاتة ومنتجات كورونا. قدام مصنع الشوكولاتة كان فيه ملعب لكرة القدم بتعيش فيه غزالة، وكانت صديقة مدللة بالنسبة للعاملين في الشركة. وفي مرة من المرات كانت في مباراة في الملعب، الغزالة جرت واصطدمت بالكرة وماتت، فحزن تومي خريستو لموت الغزالة وعملها علامة تجارية للمصنع، وعمل لها تمثال حطه عند مدخل الشركة، وحط صورتها على أغلفة الشوكولاتة وكل منتجات كورونا. لحد دلوقتي صورة الغزالة موجودة على منتجات كورونا. ودي صورة اتصورت سنة 1947 فيها الخواجة خريستو وأخوه ديمي وعمال كورونا، ومن وراهم تمثال الغزالة الكتيلة بالكورة. وبعد الإنتاج ده كله والنجاح اللي عملته شركة كورونا، فجأة الأحوال اتقلبت، ما كانتش مستمرة زي ما كانت. في سنة 1963 تم تأميم الشركة بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر. الخواجة خريستو مقدرش يتحمل الصدمة في خسارته في امبراطوريته الكورونية اللي صنعها بإيده، فخلاص قرر انه يرحل ويسيب مصر. خلاص اخدوا منه الشركة اللي كانت حلمه، وسافر واستقر بسويسرا واختفى وانقطعت اخباره. وهو طبعا كان كبير في السن لما ساب مصر، حتى ملامحه بالصورة مع العمال باينة، لأن سفره كان بعد 16 سنة من تصوير الصورة. أما أخوه ديمي مات من الحزن على ضياع الحلم اللي أسسوه بإيديهم بعد مدة، ووصى بدفنه في الإسكندرية، ومات واندفن في الإسكندرية. بعدين غيرت الدولة اسم الشركة وحولت بيته إلى مقر تابع للأمن. بعد كده تم بيع كورونا سنة 2000 إلى مجموعة شركات سونيد اللي بيمتلكها المهندس سامي سعد، وهي المنتجة للشوكولاتة المستمرة باسم كورونا للآن، وفي منها منتجات كتير، بسكويت وحلويات وكاكاو وملبس. بس طبعا منتجات كورونا زمان كانت غنية عن التعريف، وطعم الحاجات حلوة وبخيرها. أكيد في حد من المتابعين لسه فاكر طعمها. دلوقتي الكاكاو بتاع كورونا مش حلو، بنحط منه للكيك بيخلي وشها ناشف وبيتقشر. كل شغل كورونا بيجي مضروب ومغشوش. وخلصت حكايتنا، ورحل الخواجة خريستو وخد الخير معاه.